السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أرسن دي زاد. ما تنساوش دعمونا بلايك وتضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم جديد. خوتي قبل ما نبداو ما تنساوش تصليو على النبي الحبيب. في الفيديو تاع اليوم سيتروان تتحصل على الاعتماد النهائي بعد علامة فيات وأوبيل. تستعد علامة سيتروان ثالث علامة من مجموعة ستيلونتيس للدخول إلى السوق الجزائري، وهذا بعد تحصلها على الاعتماد النهائي. بهذا ستشرع العلامة الفرنسية في تحضير انطلاقتها في السوق الجزائري بتمثيل من الوكيل التاريخي السيكون التابع لرجل الأعمال السيد عبد الرحمن عشيبو، المعروف بتمثيله الحصري لعلامة فورد، سوزوكي، كيا، وحتى إيسوزي ودايو، وحتى علامة طاطا الهندية. ومع هذه الخبرة ستكون لستروان الفرصة للتنافس في السوق الجزائرية بموديلات تمس العديد من الفئات من سيارات المدينة الصغيرة وغيرها من السيارات الأخرى الكبرى. ويذكر أن سيتروان كانت تمثل سابقا من طرف مجموعة جي بياش عبر شركتها سعيدة أوتوموتيف، التي أصبح الآن أحد من وكلاء علامة ستيلونتيس في الجزائر. وسيتروان هذه العلامة العملاقة في صناعة السيارات، شركة فرنسية تأسست عام 1919، أي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، ويرجع اسمها إلى اسم مؤسسها أندري سيتروان، وهي جزء من الشركة الأم بيجو سيتروان. وهذه الشركة تميزت منذ نشأتها بأنها تفاجئ عملائها دائما بسيارات تتميز بتقنيات عالية الجودة وأسعار في متناول المواطن البسيط. خاوتي هنا نكونوا لحقنا لآخر الفيديو، ما بقالنا غير نقول لكم تريضوا وتهنوا من الخردة، وما تنساوش تدعمونا بلايك وتابونيو القناة وتكثرونا من البارطاج باش يلحقكم جديد خاوتي، وخليونا لي كومونتير، وسلام.